يبقى الواحد يقول ايه لما يكون عنده كرب او هم؟ عنده ثلاث اختيارات. قول الحمد لله. ثلاث اختيارات في الكرب. اما تقعد شايل في نفسك في الكرب وتفضل في الهم ومتضايق، وساعتها ممكن يجي لك حاجه اسمها الامراض المناعيه الذاتيه. عارف يعني ايه الكلمه دي؟ يعني المناعه بتاعتك اللي هي مفروض بتهاجم الميكروب تغلط وتهاجم فيك انت، زي ما تقول كده بياكل في نفسه. مم. تهاجم الكلى يحصل فشل في الكلى، تهاجم الاعصاب يحصل شلل، تهاجم العين يحصل فقدان للبصر. اللي بياكل في نفسه كتير بيحصل امراض المناعه الذاتيه. فده اول حاجه لما الواحد يكون مكتئب، ما داش تعملها. ليه تاكل في نفسك والضغط يعلى والكورتيزون يعلى والسكر يعلى وتتبهدل؟ الحاجه التانيه انك تاخد مضاد اكتئاب، تاخد برشام كده يخليك ما تكتئبش. وده مش بينفع الا طبعا بقى مع الدكاتره النفسيين حسب الحاله. بس الحاجه التالته، لان الاكتئاب بقى حاجه كتير، واحد بيتضايق من عياله، من بيته، من شغله، من المدير، من مراته، من ولاده. الموضوع ما بيكونش مرض نفسي، بيكون حاجه بتاكل جواه، مش راضي مش مبسوط. ممكن يكون معاه فلوس وكل حاجه، خلي بالك، ومش مبسوط. ساعتها آه، الموضوع بيتحل لما تلجأ لله. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا دعاء الكرب او دعاء الهم، ولما بتقوله كتير بترتاح، خلي بالك. دعاء الكرب. بسأل كده واحد من العلماء بتوع الازهر المحترمين، بقول له ايه الدعاء اللي اقوله لما اكون في كرب او مهموم او متضايق؟ قال لك اول حاجه استعين بربنا، واعرف ان الكرب اللي انت فيه او الضيقه اللي انت فيه ابتلاء من ربنا. يمكن ربنا عايز يرفع درجاتك، يمكن انت ربنا كاتبك انك في الجنه في مكان عالي قوي، بس ما بتعملش اعمال تكفي انك تبقى في المكان ده. فربنا يطلعك المكان ده ازاي؟ واحدة واحدة. بالابتلاءات، بانك تصبر. وفي دعاء النبي عليه الصلاه والسلام قاله، وده دعاء الكرب او الهم. تقول ايه بقى؟ اه، تعظم ربنا وتمجد ربنا، فربنا يشيل الهم اللي في قلبك. تقول لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. يبقى لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. فالله يشيل الهم. او تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، او تقول يا رب شيل الهم اللي في قلبي، او تقول لا حول ولا قوة الا بالله، او تسبح ربنا، او تبعد عن الوش اللي في دماغك ما تفكرش فيه، وترضى باللي انت فيه، وتعرف ان ده اكيد احسن ليك. لان محدش يعرف، لو علمتم الغيب لرضيتم بالواقع. آه، فاختار انت بقى اي حاجة في التلاتة تعملها. فشيل من دماغك وعيش وانت مبسوط، واصحى بدري كده واقعد مع ربنا ولما تذكر ربنا قلبك يطمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا يعني الحاجة الوحيدة اللي تطمن هي ذكر ربنا. صباحكم كله خير وبركة وسعادة. أشوفكم في رعاية الله. دكتور رامي إسماعيل.